حليمة ابنة أبي ذؤيب. أريد أن أسترضع حفيدي اليتيم عندك. وهي المرضعة الذي أرضعت الرسول صلى الله عليه وسلم طول فترة الرضاعة. اللي كيبغيو ياخذوا الأطفال باش يرضعوهم في البادية، أول حاجة هو أنه كيستنفع بهم ناس قريش، ثاني حاجة هو أنك الناس البادية يستافدوا التهمة من أهل قريش. وماذا أفعل بيتيم؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعين ديالنا اللي كيشوفوا المقاطع ديالنا وكيتسناو الجزء الثاني والحلقات الأخرى، شكرا لكم بزاف على الحسن المشاهدة وحسن المتابعة دائما وأبدا. الحلقة الثانية من سيرة المخلوق الأعظم اللي هو حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الحلقة حلقة رائعة جدا، نتمنى أنها تعجبكم، نتمنى أنكم تبقوا معنا حتى نهاية الفيديو. الرسول صلى الله عليه وسلم ولد في مكة في شهر ربيع الأول من عام الفيل قبل 53 سنة من الهجرة، اللي كيوافق 570 أو 571 سنة ميلادية. كما كنعرفوا كاملين بلي الرسول صلى الله عليه وسلم ولد يتيم الأب وفقد الأم ديالو أيضا في سن المبكر. تخيلوا الطفولة اللي عاشها الرسول صلى الله عليه وسلم، أنك تولد بدون أب وفي سن صغير، في سن باقي مازال طفل صغير تفقد أمك أيضا. قوم قريش كانت عندهم واحد العادة أنهم الأطفال ديالهم ملي تولدوا يشاركوهم في الرضاع مع نساء أخريات، خصوصا النساء ديال البادية، باش أنهم يكون عندهم قوة بدنية قوية ملي يكبروا، وتكون عندهم فصاحة في اللغة العربية، ويتعلموا بزاف ديال الحوايج ملي يكونوا صغار. فمرضعات الرسول صلى الله عليه وسلم كاين اللي كيقول انه كانوا هناك ثلاثه، فاشهرهم كانت حليمه السعديه. اول امراه اللي رضعت الرسول صلى الله عليه وسلم هي ثويبه مولاة ابي لهب، رضعته لبعض الايام قليله قبل ما تجي حليمه السعديه. احرص عليه، ولقد سميته محمدا ليكون محمودا في الارض وفي السماء. تقول سيدتي آمنة إنها رأت نورا خرج منها وصل إلى قصور بسرى من أرض الشام. يا له من ولد مبارك. نحن في سنة شهباء مجدبة، وهذه الناقة المسنة لا ترمي بقطرة، وابني لا ينام من الجوع. هيا إلى مكة أرض الخير. هي حليمة بنت أبي ذؤيب من قبيلة بن سعد بن بكر، وزوجها هو الحارث بن عبد العزى بن رفاعة، وهي أشهر مرضعات الرسول صلى الله عليه وسلم. يا امرأة بني سعد. أنا حليمة ابنة أبي ذؤيب. أريد أن أسترضع حفيدي اليتيم عندك. وهي المرضعة الذي أرضعت الرسول صلى الله عليه وسلم طول فترة الرضاعة. ولاحظوا هي والزوج ديالها بأنه بعض العلامات، وهي علامات النبوءة وعلامات البركة، حلات عليهم اللي كان عندهم الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت النساء اللي كتجي من البادية اللي كيبغيو ياخذوا الأطفال باش يرضعوهم في البادية، أول حاجة هو أنه كيستنفعوا بهم ناس قريش باش يكونوا ولادهم أقوياء ويتعلموا الفصاحة في اللغة العربية. ثاني حاجة هو أنك الناس البادية يستافدوا التهمة من أهل قريش، حيث كانوا أنهم كيتهلاو فيهم، كيخلصوهم، كيعطيهم مؤونة الأكل، كيعطيهم بعض المال باش أنهم يعيشوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يتيم الأب كانت النساء المرضعات ما كيقربوش أو ما كيبغيوش ياخذوه، وذلك بأنهم كانوا عندهم واحد الطمع. كاين بعض الناس كيقولوا راه هناك تفسير آخر بدون طمع، وكاين بعض كيقول لا راه كاين طمع. وماذا أفعل بيتيم؟ إن ابني هذا يكاد يموت من الجوع. حليمة السعدية ملي ما لقات حتى شي طفل وخافت انها ترجع قدام الاخرين بدون اي طفل ترضعه، ذهبت واخذت اليتيم اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما قلت لكم انه كان فيه واحد البركه. تخيل انها كانت كتقول لان الناس الاخرين كانت الماشيه ديالهم ما فيها حتى قطره لبن، وانما الماشيه ديالها هي خصوصا كانت تفيض باللبن. تخيل مع الماشيه ديالها الماعز او الابل او الاشياء اللي كانت عندها، او الماشيه ديالها كانت تفيض باللبن. حتى الناس الاخرين كانوا كيقولوا للرعاة ديالهم سيروا عند البلاصه اللي كانت كترعى فيه بنت ذؤيب اللي هي حليمه السعديه، وخليوا الماشيه ديالكم ترعى في ديك البلاصه. ومع ذلك لا، سبحان الله، الله سبحانه وتعالى اعطى بركه لتلك العائله. خير، ما هذه البركة؟ لقد أخذنا نسمة مباركة. والله إني لأرجو ذلك. إنها بركة محمد الذي جاءهم من مكة. اكففن عيونكن، اكففن، فإن الصبي طيب
رقيق الطبع. حليمة السعدية كانت كتقول بأنهم كانوا كيعيشوا في خير حتى بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم 2 وأصبح غلاما شديدا. كانت كتقول غلاما جفرا، يعني غلاما شديدا قويا. قالت قدمنا به على أمه ونحن أحرص على مكثه فينا. احنا كنا بغينا يبقى معنا ولكن رجعنا به إلى الأم ديالو. لقد بلغ محمد 2 من عمره، والبركة تجعله أكبر من ذلك. فهل تريد مني أن أعيده إلى أمه آمنة؟ والله ما أريد، ولكن لأهله علينا حق. ملي وصلت عند الأم ديالو قالت خليه يبقى معنا، أنه يزيد معنا، يعني يرضى أنه يبقى معنا في البادية أفضل، لأنني أخاف عليه من أوبئة مكة. يعني مكة كانت تعرفون كان فيها بزاف ديال القوم ماشي بحال الطبيعة أو لا في البادية. يا آمنة، لو تركت محمدا عندي حتى يغلط فإني أخاف عليه وباء مكة. في السن 6 توفيت أم الرسول صلى الله عليه وسلم، أمه آمنة بنت وهب توفيت، وذلك بكثرة الأوبئة اللي كانت في مكة. بعض المؤرخين في السيرة يقولون أن أم الرسول صلى الله عليه وسلم توفت عندما كانت كتنتقل من مكة إلى المدينة، من المدينة إلى مكة، باش يشوف الأخوال أو الخوال ديالو تماك. تخيل معي أنه ما عاش بزاف مع الأم ديالو، كان باقي في بطن الأم ديالو الرسول صلى الله عليه وسلم. توفى الأب ديالو، وبعد ذلك في عمر 6 سنوات توفت أمه. ثم كتعرفوا بلي أن كان أفضل ابن عنده وأعز ابن عنده هو عبد الله اللي هو والد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحبيب ابن الحبيب، ولدي اللي كان عزيز عليا، ولدي العزيز عليا. وإذا به الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب جده أيضا، كان يحبه كثيرا. ولكن في السن 8 في سن 8 سنوات توفي جده عبد المطلب، فانتقلت كفالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبو طالب. قبل ما نكملوا القصة ديالنا، بزاف بكم غادي يسول، غادي يقول لي كيفاش حليمة بنت السعدية رجعات الابن أو رجعات محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله ونبي الله إلى أمه آمنة بنت وهب. هنا أوقع ذاك الحدث العظيم عندما كان عمر الرسول صلى الله عليه وسلم 4 أو 5 سنوات، وهي عند نزول جبريل وشق صدر الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ قلبه وخرج منه تلك العلقة السوداء اللي عنده في القلب، وغسل قلبه ثم أعاده إلى صدره صلى الله عليه وسلم. وجاءوا الأطفال اللي كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا الحليمة السعدية أن محمد قد مات، وكانت خائفة جدا، خافت عليه، ولكن تبين أنه لم يمت صلى الله عليه وسلم. أبي يا أمي، إن أخي القرشي أخذه رجلان عليهما ثياب بيض وشق صدره. هناك بعض العلماء يشدوا بصحة القول وهناك البعض لا، والله أعلم. دائما نقول الله أعلم. عم الرسول صلى الله عليه وسلم أبو طالب كان كيحب الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا، حتى قبل البعثة وبعد البعثة. اشتي بعد البعثة، موراء البعثة، عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينشر الإسلام، ينشر دين التوحيد، أبو طالب كان يدافع عنه أمام قوم قريش، حتى أنه ما اسلمش، مات ولم يسلم، ولكنه كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. الحلقة الثانية كتسالي هنا، نتمنى أنها تكون عجبتكم، وأتمنى أن نشوفكم في الحلقة الثالثة إن شاء الله. شكرا لكم على الدعم المستمر، شكرا على التعليقات الجميلة. إذا عندكم شيء إضافة اكتبوه في التعليقات، عندكم شيء تصحيح اكتبوه في التعليقات. فدائما أنا أقول بهذا مجهود فقط، كنقلب وكنبحث وكنقول في النهاية الله أعلم، الله هو الأعلم. شكرا بزاف، نشوفكم في الحلقة القادمة. السلام عليكم.